أول وأهم خطوة إن أنا أعرف نوع بشرتي، علشان أنا لو استخدمت product مش مناسب لبشرتي أنا باضر نفسي. أنا دكتور منال محمد، أخصائية الجلدية والليزر والتجميل. دكتور، إحنا عايزين نبتدي من الأول بقى، يعني عايزين نفهم بشرتنا أكتر، وليه أصلًا هي ممكن تتعب مننا ويحصل فيها مشاكل؟ بُصّي، يعني البشرة بتتعب لأسباب كتير أوي. أول حاجة أنا ممكن أكون مش باستخدم skin care routine مناسب لبشرتي، ممكن أصلًا ما أكونش عارفة أنا نوع بشرتي إيه، فباستخدم products مش مناسبة، فما تحلليش مشاكل، بالعكس ممكن تزود المشاكل دي. كمان أنا ممكن الmakeup اللي باستخدمه on daily basis يعني دي مش أحسن حاجة. ممكن كمان مع السن already الكولاجين بيقل في البشرة، فبتبدأ تظهر برضه مشاكل. كل دي أسباب ممكن تبوظ بشرتي. طب أنا إزاي أصلًا أعرف أحدد نوع بشرتي؟ إحنا عندنا 4 أنواع رئيسية للبشرة. البشرة الدهنية بتصحى كده من النوم تلاقي في منطقة التي زون oily شوية، بتزيد أوي مع الصيف، وفي يحصل بقى skin eruptions أو شوية حبوب في البشرة وكده. طيب البشرة الجافة بتلاقي نفسها جلدها دايمًا مقشّر شوية والموضوع بيزيد في الشتا. البشرة الsensitive ودي بتكون بشرة يعني حساسة شوية، ممكن كل شوية احمرار والتهابات في الجلد وكده. وعندنا كمان البشرة العادية، وفي كمان البشرة المختلطة اللي هي mix ما بين الoily وما بين الجافة أو العادية. أول وأهم خطوة إن أنا أعرف نوع بشرتي، علشان أنا لو استخدمت product مش مناسب لبشرتي أنا باضر نفسي.